بسم الله. بسم الله. أول شي بنقطع شوية خضرة مثل البندورة، بصل، فلفل، ثوم، كزبرة والبقدونس. عندي هون 2.5 كاس رز، حبة قصيرة منقوعين قبل بساعة، بنزل عليهم الخضرة اللي قطعناها، ملعقة كبيرة دبس فلفل ودبس بندورة، ملعقة كبيرة ملح ونعناع، وملعقة وسط فلفل أسود، تقريبا ملعقتين كبار دبس رمان، ونص كاسة من زيت الزيتون، وعصير الليمون. وهلا بنخلطهم مع بعض، وهيك الحشوة بتكون جاهزة. عندي هون كمان ورق العنب نقعتهم بالمي، بنوزعهم على الطاولة بهالشكل، شوية من الحشوة ونلفهم بهالشكل، نسحبها من قدام يمين يسار ونشدها شوي. بس هيك سهلة كتير. نجيب الطنجرة نحط فيها شرحات لحمة أو بطاطا، بدها رشة ملح وفلفل أسود، وبعدين بننزل ورق العنب، نحط كمان راسين توم قطعتهم بالنص، وهلا بنحطها على النار. أول شي بنحطها على نار عالية، بدنا تقريبا 4-5 كاسات مي سخنة، وننزل عليها ملعقة دبس بندورة، نخلطهم مع بعض. بعد 5 دقايق بننزل عليها المرق. هاي هي النتيجة بعد 3 ساعات، وهلا بنقلبها.